الكره دائما الكره عند حمد الله تمريره هدف لفائده فريق اولمبيك اسفي. مرتد هجوم خطير وابراهيم لارغو يسجل الهدف الاول لفائده فريق اولمبيك اسفي. يعني بعد ما كانت ضربه خطا لفائده فريق الوداد الفاسي، مرتد هجومي بشكل سريع حمد الله بالطريقه الجميله كيتمكن بانه يحصل الكره ويوضعها في طبق من ذهب لابراهيم لارغو اللي كيسجل الهدف الاول في حدود الدقه 59. اذا الهدف الاول لفائده فريق اولمبيك اسفي. نتابع حمد الله اللي مشى الكره بطريقه جميله كيحصل الكره بدون انه يرتكب الخطا كيوضعها. يعني حتى التمريره كانت جميله نحو اللاعب ابراهيم لارغو. عبد العزيز بن شعيبه اللي كيمرر بشكل جميل، ولكن يمكن العمل هو ديال اللاعب حمد الله اللي الطريقه باش وضع الكره. اعتقد بانه خطا كبير، خطا فادح ديال الدفاع ديال فريق الوداد الفاسي، لانه ابراهيم لارغو كان بدون رقابه، كان لوحده امام لاحظوا يعني ابراهيم تعطى الاشاره يونس بن الخضر يمرر من العرضيه هدف لفائده فريق اولمبيك اسفي. قلت بان الضربات الثابته تشكل خطوره على مرمى الحارسين، ولكن الحارس عبد الرفيع قاسي بشكل كبير. يونس بن الخضر اعتقد بانه الكره لم يلمسها اي لاعب. يونس بن الخضر كانت تمريره ارضيه قويه، غلطت الدفاع وغلطت عبد الرفيع قاسي الهدف الثاني. نتابع ضربه يعني قويه، اعتقد لم تلمس اي لاعب اكثر ما كان تمويه